الولد اللي قدامك ده اسمه غيران، بيحلم بحلم واحد طول حياته، حلمه ان هو يروح لمدينة اسمها مدينة الاسترال، والمدينة ديت موجودة في نهاية السماء، ناس قليلة جدا اللي وصلت لها، والكل اصلا بيعتبرها اسطورة. لكن ابو غيران كان ساب له رسالة بيعرفه ان هو خلاص وصل لمدينة استرال دي وهيستناه هناك يروح له. ومن وقتها وحلم بطلنا ان هو يروح للمدينة ديت ويقابل ابوه فيها، نفسه يوصل لاخر السماء. لكن هو حاليا زي ما انت شايفه كده عيل غلبان قاعد في قرية نائية ومش عارف ازاي هيتحرك منها اصلا، ده اللي هو مفيش موتوسيكل معاه، هيطير لاخر السماء في الاحلام ولا ايه؟ المهم في يوم من الايام وبينما غيران كان قاعد مع صاحبه بيقطعوا شويه خشب، اذ بيشوفوا سفينه طايره فوقهم وبينها اتحطمت، بيشوفوا كمان نور نازل من السفينه ديت، وغيران بيحس ان النور ده بيندهله عاوزه يروح ويلحقه. على طول الواد بياخد السيف بتاعه وبيجري في المكان اللي النور ده المفروض يكون واقع فيه، بيدور يمين شمال وسط الاشجار لحد ما بيلاقي البنت ديت، وايوه القلاده اللي على رقبتها هي اللي نورت وخلته يوصل لحد هنا. غيران بقى بيحاول يفوق البنت علشان يعرف مالها او ايه اللي جابها هنا من الاساس، لكن وقبل ما البنت تعرفه بحاجه جنود من السفينه بتظهر وبتقول له يسلم البنت بسرعه، لو ما سلمتهاش حالا هنخلص عليه. الواد الشجاع بتاخده وبيحمي البنت، والجنود لسه هتهجم عليه راح بوم مخلص عليهم. ايوه غيران ما بيهزرش برضه، لكن واحد من الجنود بيضرب نداء استغاثه والكل بيعرف مكان البنت، بيجروا علشان يمسكوها. في الوقت ده كان غيران اخد البنت وطلع يجري وهو مش عارف هو بيحميها ليه من الاساس، بس في حاجه جواه كده بتقول له ان دي هتكون سبيلك في الوصول لمدينه الاسترال. المهم وهم بيجروا من الجنود بوم بيلاقوا نفسهم اتحصروا من كل الجهات، يمين شمال كل الجنود خلاص مسكوهم ومش عارفين يروحوا فين. بس فجاه بتظهر بنت من العدم وبتخلص على كل الجنود دي. ايوه دي محاربه جامده جدا وشكل البنت دي تعرفها وهم مع بعض اساسا، وبالمناسبه اسمها كاتلينا. كاتلينا بقى بتاخدهم بسرعه وبتقول لهم يلا نهرب قبل ما اي حد من الجنود يجي تاني، والواضح كده انها عرفت ان غيران كان بيساعد ليريا وخلاها تهرب من الجنود. بيستخبوا وسط الاشجار علشان ما حدش يمسكهم، بس بيشوفوا شويه من الجنود بيحاولوا يخطفوا بنت واحد من الفلاحين، وطبعا العيال ما بتستحملش. على طول كاتلينا بتروق على اللي قدامها وغيران في ظهرها بيغطي عليها، بيرجعوا البنت للراجل وبيكملوا هروب وخلاص هيخرجوا من الغابه بامان. بس في اخر الغابه بيظهر لهم واحد من قاده الجيوش ومعاه جنود محاصرينهم من كل حته، كمان ماسك بتاع غريبه كده في ايديه، والبتاع ديت فيها حجر ملعون، والراجل بيستخدم الحجر ده علشان يطلع لهم وحش ويخلص عليهم. ايوه اسمه هو ماسون، وجاي علشان يقبض على ليريا ويرجعها تاني، يرجعها علشان تكون فارض تجارب ليهم. غيران بقى لما بيسمع الكلام ده بيعرف ان الراجل ده مش تمام، وبيحاول يحارب الوحش اللي هجم عليهم علشان يهربوا. بس تحارب يا ابني، انت مش شايف هو بالنسبه لك عامل ازاي؟ الوحش بيضرب غيران ضربه فعلا بتوقعه على الارض منهار، وجسمه بيجيب دم من كل ناحيه. كاتلينا شافته وشافت جراحه وقالت هو عمره ما هينجو من الضربه ديت. ايوه غيران خلاص شكله مات. بس فجاه ليريا بتجري عليه وبتقول لها لا، بتقول لها انا مش عارفه هو مين ولا حماني ليه، بس انا مش هسيبه. بتستخدم قوتها والحجر اللي على رقبتها بيتفعل وبتظهر له في المكان ده، بتقول له انا خلاص هديلك قوتي بس مش لازم تموت. ايوه اصحى يلا يا غيران احنا عايزينك. في الوقت ده ماسون كان استخدم الحجر بتاعه علشان يفصل ليريا عنه، وبعدها بيأمر الوحش اللي معاه يخلص على الباقي. تخيل بقى ان هو يخلص على حد والاسطوره غيران خلاص اخذ القوه. لا والله بوم الواد بيفوق من مكانه بعد ما جراحه خلاص اتشفت، وبيقول لكاتلينا خلاص سيبيلي الواد ده. بيرفع ايديه وليريا جنبه، وفجاه نور غريب بيملى المكان، تنين كبير جدا بيظهر من وراهم، وشكل غيران استدعى التنين ده. الوحش اللي ماسون جابه بيحاول يضرب التنين بكل قوته، ولكن فين يا حبيبي فين؟ التنين واقف ثابت في مكانه وما بيتحركش، وهي واحده بس منه بيمسح الوحش ده من الوجود، بيمسحه هو وكل اللي وراه. ده حتى من قوه الضربه القرويين حسوا بيها وافتكروا ان في زلزال حصل ولا حاجه. ماسون بقى لما بيشوف الوحش ده قدامه بيعملها على نفسه وبيجري بسرعه يفلق من المكان، واللي هو ابلع بقى يا جبان. بعد ما ماسون بيمشي التنين بيختفي وغيران بيقع مغمى عليه، ما عادش عارف هو ايه اللي بيحصل معاه. بيحلم في الاثناء ديت بالماضي بتاعه وبيشوف الرساله اللي ابوه سابها له وهو صغير. ايوه كاتب له انا مستنيك في مدينه الاسترال يا غيران، ما تتاخرش وتعالى. الواد بعدها بيفوق وبيلاقي ليريا بتجري عليه وتحضنه، وشكل في حاجه اتغيرت ما بينهم بعد الحادثه اللي حصلت دي. الكل هم كمان بيدخلوا عليه علشان يطمنوا ويعرفوا حالته، والواد بيقول لهم انا الحمد لله حاسس ان كل حاجه تمام دلوقتي، ولكن انا متاكد ان بطني اتشقت وكنت بموت. هو ايه اللي حصل بالظبط وانا فقت ازاي؟ كاتلينا وليريا بياخدوه في الاوضه ديت وبيبداوا يحكوا له اللي حصل بالتفصيل، بس قبلها بيعرفوه بحقيقه ليريا وازاي هي وصلت لهنا من الاساس. ايوه ليريا هي واحده من اهل الاسترال الاسطوريين وعندها قوه جباره داخل البلوره اللي على صدرها دي، لكن اهل الامبراطوريه ما عجبهمش وضعها وحاولوا يعملوا عليها تجارب
بشعة جدا علشان يخلوها معاهم. بس انا ما قدرتش اسيبهم يعملوا كده، وقررت اهربها وما اسيبهاش محبوسه. ومن ساعه ما هربنا ما حدش ساعدنا غيرك، وايوه انت اول شخص كنت كريم كفايه علشان تضحي بحياتك يا غيران. وبسبب كده ليريا اتاثرت بمساعدتك ليها وقررت تشارك معاك قوتها. ايوه انت كده عندك قوه زي اللي عند ليريا بالظبط، وما عدتش انسان عادي. لكن في المقابل فانتم بقيتم بتتشاركوا نفس العمر، نفس كل حاجه، ولو حد فيكم مات او اتاذى فالتاني هيحصله. غيران بقى بعد ما بيسمع الكلام ده بيتأثر جامد، وبيعرف ان ليريا ضحت بنفسها تقريبا علشان تحميه. مشاعره ناحيتها كمان بقت متضاربة، وحس ان هو ما بقاش عاوز يفارقها ويسيبها ازاي اصلا وهي واحدة من اهل الاسترال اللي حلمه طول حياته ان هو يروح عندهم. كاتلينا بقى بتعتذر له وبتقول له للاسف انت كده لازم تيجي معانا، وده علشان تكونوا جنب بعض واضمن انكم الاتنين بامان. انا عارفة ان الموضوع صعب عليك بس بترجاك تيجي معانا. غيران بيقول لها استهدي بالله يا ستي ما تترجنيش، ده انتم فرصة ليا جت على طبق من ذهب وانا خلاص جاي معاكم ومش سايبكم. البنت بقى بتفرح والكل بيفرح وبيعملوا احتفالات واكل بمناسبه ترك غيران للقريه والبدء يعني في تحقيق حلمه. لكن صاحبه ارون كان متضايق علشان مش هياخده معاه، نفسه يروح بس عارف ان هو مش هيفيده. وعلشان كده غيران بيوعده ان هو لما يحقق حلمه ويوصل للمدينه الاسطوريه هيرجع وهيجيله هيديله هديه هتروق عليه. الواد وقتها بيفرح وبيقول له اتفقنا، وبعدها بيكملوا احتفالات والدنيا اخر حلاوه. الصبح بقى بيودعوا كل اهل القريه وبيركبوا الطيارة وبينطلقوا إلى وجهتهم الجديدة، وأيوه هي أقرب مدينة بعيدة عن الإمبراطورية. لكن وأول ما بيطلعوا بشوية كاتلينا بتطلع ما بتعرفش تسوق أساسا، خلاص هيقعوا بالطيارة. بيقعوا فعلا في جزيرة جديدة والحمد لله بيطلعوا عايشين. وشكل كاتلينا ديت وشها نحس وكل شوية تتقلب في جزيرة شكل. المهم وهم قاعدين بيعدي واحد من جنبهم كده اسمه ركام، بيشتم في اللي كان سايق الطيارة وبهدلها كده. بيقول لهم جاتكم نيلة معاكم تحفة فنية زي ديت بس ما بتعرفوش تسوقوا، وبيقوم سايبهم وماشي. طبعا العيال ما بيكونوش عارفين مين ده ولا ليه شتمهم اصلا، ولكن بيقولوا ما علينا. بيكملوا مشي جوه المدينه ديت وبيروحوا يسالوا على اي رحلات خارجه منها قريب، بس للاسف ما فيش اي اماكن فاضيه. لا ومش بس كده، ده تحس ان الراجل مش عاوز يحجز لحد تذاكر خروج من المدينه، وكأن في حوار هيحصل هنا. المهم ما بيدققوش قوي وبيلفوا في المدينه علشان يستكشفوها. بيروحوا يشتروا حاجات مختلفه لكل شخص، وليريا بتعجب بالمذكرات دي. ايوه هي عاوزاها علشان تسجل فيها كل حاجه هتحصل في رحلتهم وازاي اتعرفت على غيران وايه المشاعر اللي بتحس بيها ناحيته. المهم الصبح تاني يوم كان غيران وليريا ماشيين سوا في المدينه بيدوروا على اي حاجه ياكلوها، وهم ماشيين بيقابلهم رقم كده وبياخدهم على المكان ده وقال لهم بما انكم رميتم الطياره ديت فانا اخدتها وصلحتها وسايبها هنا، عيب على التحفه الفنيه ديت تسيبوها تتدمر. غيران بقى كان عاوز يديله اي فلوس علشان يشكره بس الراجل مرضاش، قال له عيب عليك يا عم انا ما باخدش حق اصلاح طيارات. وشكله كده مهووس بيهم يا صديقي. المهم وهم بيتكلموا إذ بيدخل عليهم اتنين فجأة بدون مقدمات، بيقولوا ليريا احنا عايزينك معانا حالا. البنت طبعا مرضتش تروح معاهم وجران حاول يمنعهم، ولكن دول شكلهم جنود جامدين جدا ومش هيقدروا عليهم. على طول بقى ركان بيضرب دخان في المكان وبيقول للاتنين يهربوا بسرعة. العيال بيجروا وراهم علشان يجيبوهم بس غيران مش راضي يقف، بيدخل يمين في شمال وبيوصل عند الطريق ده وخلاص هيمسكوه، بس بيقول لليريا اهرب انتي وانا هعطلهم شوية. بيطلع سيفه فعلا وبيهجم على الواد ده علشان يعطله، ولكن في الوقت ده حاجات خضراء بتنزل من فوقهم، الارض بتنهار. راكان بقى بيظهر كمان وبيقول لهم يلا قبل ما ياخدوا بالهم منكم. واتضح ان في واحده كده شافت اللي بيحصل ده وساعدت غيران على الهروب. يا ترى هي مين دي؟ في الوقت ده كان راكان واخدهم من احدى السراديب القديمه واللي كانت معموله زمان ايام الحرب والكلام ده. بيطلعهم اخيرا عند كاتلينا وبيقول لهم مش عاوز شكر منكم، يلا سلام علشان ما اتاخرش، وراح سايبهم وماشي. وبصراحه كده انا مش عارف العجوز ده بيساعدهم ليه. المهم بيقعدوا في المطعم ياكلوا ويتكلموا عن اخر المستجدات، وبنعرف انهم حاليا عاوزين يسافروا باي طريقه من البلد دي علشان خلاص جنود الامبراطوريه وصلوا، لكن في نفس الوقت الرحلات كلها مغلقه ولازم يفضلوا هنا محبوسين لحد ما تتفتح. وعلشان كده بتقترح عليهم بنت صغيره كده اسمها ليلي انها تأجر لهم منطاد. المنطاد ده جامد وهيوصلهم للمكان اللي هم عاوزينه، بس هيحتاجوا سواق كويس علشان يسوق بيهم، ولكن السواقين معدومين في المنطقه ديت ومفيش حد هنا اساسا.
اساسا، بس بيسمعوا الناس اللي وراهم بتتكلم على راكام وانه سواق بارع جدا، هو دافن موهبته في الجزيره ديت بسبب سفينه خربانه بيصلحها ومش عاوز يسافر يعني غير بيها. طبعا غيران لما بيسمع الكلام ده بيتاثر وبيعرف خلاص مين القبطان. على طول بياخدوا بعضهم وبيروحوا على مكان السفينه الخربانه اللي هو بيصلحها يعني او اللي مفكرينها خربانه، بس اول ما بيوصلوا حرفيا بيندهشوا، دي تحفه فنيه ازاي اصلا بيقولوا عليها بايظه، احنا لازم نقابله بسرعه. لكن في الوقت ده بيسمعوا صوت جيش وراهم وبيستخبوا. هنا بيظهر شخص صغير كده اسمه ليفاسيون وبيقعد على كرسي. كاتلينا بتتعرف على الراجل ده وانه لواء في الجيش الامبراطوري ومعدوم الرحمه، ده حتى جندي كده كان لسه بيتكلم وهوب خلص عليه بدم بارد. بيقول لكل الجنود حلو المكان هنا علشان استمتع بدمار الجزيره دي، يلا جهزوا السلاح دلوقتي. في الوقت ده بيسمع صوت تحته وبيأمر جنوده في الضرب هناك، وهوب بيلاقي كاتلينا وكل الشله قدامه. الواد من الفرحه ما بيسكتش وبيأمر جنوده يحاصروهم علشان يتمسكوا. خلاص الجنود في كل مكان، العيال صعب تهرب هنا. لكن في الوقت ده بيظهر راكام وبيقول لهم تمام، يستخدم القناصه بتاعته على الجنود وبيبهدلهم، واحده كمان على رجل الكرسي ده وابلع يا قزم انت. بيضرب ضربه تحت رجل غيران كمان وبيعرفوا ان في باب هنا. على طول الواد بيفهم وبيفتح الباب علشان يهرب بسرعه. بينزلوا تحت في السرداب وراكان بيقابلهم هنا وبيشكروه على المساعده للمره الثانيه. عدوا الجمايل بقى. المهم بياخدهم على البيت بتاعه وبيسالهم ايه اللي كان جايبكم عندي. غيران بيقول له علشانك. ايوه احنا محتاجين طيار معانا في رحلتنا يوجهنا، وبصراحه مش هنلاقي احسن منك. راكام قال لهم للاسف مش هعرف اكون معاكم، وده لان عندي حلم واحد بس طول حياتي، وايوه حلم ان اطير بالسفينه اللي بره ديت، مش عاوز اسوق غيرها. فمن لما كنت صغير بدات اصلحها وعدلت كل حاجه فيها علشان تطير، لكن حتى بعد ما خلصت كل التعديلات هي برضه مش عاوزه تتحرك، وبسبب كده للاسف مش هعرف اجي معاكم. غيران بقى لما بيسمعوا بيتقبل مشاعره وبيشكره على كل حاجه. في نفس هذه الاثناء كان ليفاسيون لسه متعصب علشان كاتلينا واللي معاها هربوا، بس بيقول للجنود عادي مفيش مشاكل، هما كده كده شويه وهيموتوا مع الجزيره ديت، والشكل كده الخطه بتاعته خلاص بدات في مرحله التنفيذ. في الوقت ده كان غيران وراكام والفرقه كلهم راجعين على المدينه علشان يروحوا للطياره اللي صلحها لهم قبل كده، ولكن بيلاقوا الجو اتقلب مره واحده، وكمان الاتنين دول بيظهروا من جديد. بيقولوا لهم مفيش وقت، يلا تعالوا معانا بالذوق والا هناخد ليريا بالعافيه. راكام بيتعصب منهم المره دي وبيطلع سلاحه وبيهجم عليهم، وغيران كمان وكاتلينا بيهجموا، بس الاتنين دول اقوياء جدا ومفيش امل انهم يكسبوا اساسا. بس بوم اعصار بيظهر والشجره ديت بتنزل قدامهم. خلاص كده الجزيره على وشك الانهيار. الاتنين دول لما بيشوفوا الوضع بيقولوا لهم مش مشكله، خليكم بقى وموتوا هنا احسن. بيطلعوا يجروا على المنطاد بتاعهم، وراكام طبعا والفرقه ما بيفهموش حاجه. بيروحوا على المدينه علشان يعرفوا في ايه، وبيلاقوا الكل دخل يستخبى من الاعاصير اللي حصلت، والحال صعب جدا، في مرضى وجرحى في كل مكان. الاعاصير كمان عماله بتخبط في المبنى ده وشكلهم شويه وهيموتوا. في الوقت ده راكام بيعرف ان في منطاد بره يهربوا بيه، وبينده على الاطفال والنساء علشان يروحوا معاه ويهربهم قبل ما اي حاجه تحصل. هو في العادي مش عاوز يسوق غير سفينته، بس دي ضروره قصوى ومش هيقدر يسيب كل دول يموتوا. لسه رايح عند المنطاد وهوب ليفاسيون بيضربه كمان وبيدمره. ايوه كده خلاص حتى الامل الاخير بتاعهم اختفى. ليفاسيون عمال يضحك ويتنمر وبيقول لهم خلاص كلكم هتموتوا، انا كده هكون فرحان وانا شايفكم بتصرخوا وتعانوا. وبيفضل قاعد يضحك عليهم ويتنمر. ليريا بقى في الوقت ده بتحس بحاجه غريبه من السما بتنده لها، وكانها بتعاني وهي السبب في الاعاصير ديت. عندها احساس انها لو راحت لفوق وانقذتها فتقدر توقف الدمار ده. على طول بتقول له راكام على اللي هي حساه، وبتقول له احنا محتاجين نطير ونقرب لفوق في اسرع وقت، لو طلعنا للمكان ده فالمشكله هتتحل. راكام بيقول لها خلاص تمام عندي الموضوع. بياخدهم على السفينه بتاعته بسرعه وبيقول لهم اركبوا. بس هتطير بيها ازاي يا عم راكام وهي عمرها ما اشتغلت معاك اصلا؟ راكام بقى بيقول لهم انا متاكد انها ما كانتش عاوزاني اطير بيها لوحدي، يلا دلوقتي علشان نقدر نحل الموقف. وفعلا الواد بيزعل اخره وبيدور السفينه، المحرك بيشتغل وبتتحرك وبيقدر يطير فعلا. السرعه بتاعتها جنونيه وبتخترق حتى السحاب. الله ده ايه الحلاوه ديت. بيفضلوا ماشيين من خلال توجيهات ليريا علشان يوصلوا للمكان اللي هي حساه. وفي الوقت ده ليفاسيون كان قلبه حس بالخطر، وعلشان كده قال للجنود يفعلوا وضع الدفاع. الوضع بيتفعل فعلا، وغران والفريق كانوا لسه ماشيين وهوبا بيلاقوا ليزر بنفسجي داخل عليهم هيفرتكهم. راكام على طول بيضحك وبيستخدم مهاراته في
السواقه وبيفادي الكل وبيشقلب السفينه كمان. ايوه بيخترق الدخان. بعدها اخيرا بيعرفوا سبب الاعصار ده وبيلاقوا بنت عملاقه طايره في السماء حواليها 3 افاعي بيحموها بالليزر ده. ليريا لما بتقرب منها بتحس بالمعاناه اللي فيها وبتعرف ان الامبراطوريه استخدمت حجر غريب علشان يتحكم فيها وتدمر المدينه دي. البنت بقى هي كمان بتضرب فيهم وبيفادوا الهجمات بصعوبه. لازم حد يكسر الحجر ده والا مش هيعيشوا كتير. وعلشان كده غرام بيتقدم اخيرا وبياخد طاقه التنين وبيقول لها سيب الموضوع ده عليا. بينط من السفينه وبيجري بسرعه وبقوه جباره وبيقدر يفادي كل هجمات البرق وبيقرب منها. بيروح لها في وسط الغبار وهوبا بيطير الحجر اللي مكتفها بيقدر يكسره. خلاص هيقع على الارض محدش هيلحقه. لكن مره واحده البنت ديت بتختفي وبتنقذه في ثانيه. بتاخده على السفينه بتاعتهم بعد ما خلاص رجعت لطبيعتها والسما بعدها بتهدى والعواصف بتختفي. الشعب والكل هم كمان بقوا فرحانين جدا. في النهايه البنت ديت بتسيب قلاده غريبه كده ليريا وبتختفي من المكان. بعدين بقى الكل بيرجع للمدينه من تاني وفرحانين بعد اللي حصل هنا. بيقعدوا ياكلوا ويحتفلوا ومش مصدقين انهم قدروا يتخلصوا من الكارثه دي. بس فجاه وهم قاعدين غيران بيلمس القلاده ديت اماكن غريبه بتظهر في دماغه كانها بتطلب منه ان هو يروح لها. البنت الصغيره ديت كمان بتتعرف على الاماكن اللي غيران ذكرها وايوه هي مش بعيده قوي وفي اسطوره بتقول عن وجود مخلوق غامض هناك. وبكده خلاص اتضحت وجهه بطلنا الجايه. بس يا ترى مين اللي هيسافر معاه ويوصله؟ ايوه هو راكان صديقي واللي اول ما بيعرف بحلم غيران بيفرح جدا وبيدعمه وبيقول له خلاص من النهارده مش هتحتاج ربان سفينه من تاني. ايوه انا هكون السواق الخاص اللي هيوصلك في الحته اللي انت عاوزها. فمن غيركم كان زمان مدينتي وكل اهلي ماتوا. الواد بقى بيفرح جدا من كلامه وكان في قمه السعاده. في نفس الوقت ده وقبله بشويه كان الاتنين دول عرفوا ان ليريا واللي معاها قدروا يهزموا روح الرياح لكنهم مش عارفين عملوها ازاي. كمان بيظهر واحد مدرع كده وبيتكلم بعصبيه وشكله هو الزعيم بتاعهم. يا ترى هو عاوز من ابطالنا ايه؟ المهم السفينه بتاعت ابطالنا بتتحرك وخلاص الوجهه الجايه متحدده. ايوه بركان ارسلان. بالفعل وبعد مرور شويه وقت بيوصلوا لحد هناك. البلده فعلا كانت محاطه ببركان خامل والناس بتقابلهم فيها. مفيش حد فيهم عارف هم ايه اللي بيدوروا عليه لكن عندهم يقين ان مع الوقت كل حاجه هتبان. وبالفعل تظهر لهم البنت الصغيره ديت من تاني والعيال بتتصدم. هو احنا مش لسه سايبينك في البلده اللي فاتت؟ انت جيتي هنا ازاي؟ فبتطمنهم ليلي وبتقول لهم ما تقلقوش انا هكون موجوده في كل حته ولكن سيبونا من الكلام ده وخلونا في المفيد. ايوه انا جايبه لكم مهمه جديده خاصه بالبلد دي بس مش هينفع الكلام هنا. تعالوا على مكان تاني. بتاخدهم على الحانه ديت والعميل بتاعها بيظهر واسمه هو فالتر. فالتر بقى بيوطي راسه كده يشكرهم وبيعرفهم بنفسه الاول قبل ما يقول اي حاجه. بيقول لهم انا مستشار الملك الخاص بالدوله دي ولكن للاسف الملك بقاله فتره اختفى من هنا ما عدناش عارفين هو راح فين. انا سمعت انكم اللي قدرتم تنقذوا البلده اللي فاتت من الاعاصير وبتمنى تقبلوا المهمه ديت وتنقذوا بلدتنا. فالملك هو اساس الحب والتقدير اللي كل الناس بتتعامل بيه هنا ومن غيره حياتنا هتتدمر بالكامل. العيال طبعا ما كانوش عاوزين يوافقوا ولا يوجعوا دماغهم ولكن بيقولوا له تمام احنا برضو ما نرضاش نشوف حد محتاج للمساعده ونسيبه. وبالفعل الصبح اتقسموا وبداوا يدوروا على الملك. في الاول سالوا الشعب عليه وهل هو شخص كويس ولا ايه الحكايه. الكل كان مجمع بحبهم للملك وانه احسن حد مسك الحكم من ساعه ما البلد اتاسست وعلشان كده العيال بتقلق عليه اكتر وبيحسوا ان في حاجه غريبه. لكن في الوقت ده كان في بنت مخفيه كده بتراقب العيال وواضح انها بتدور على حاجه. المهم واثناء ما كان غيران بيسال الحداد ده على الملك بيعرف ان هو حصل ما بينه وما بين الامبراطوريه تعاون مؤخرا وانه كان بياخد كميات كبيره من الحديد علشان يزودهم بيه بس بعد فتره اختفى. احنا شاكين ان الامبراطوريه ليها علاقه بالموضوع ده. غيران بقى اول لما بيسمع الكلام بيحدد وجهته على طول وبيعرف صحابه بيها. بينطلقوا لهناك. كانوا رايحين بقى احدى المعالم الاثريه علشان يدوروا على بقايا الحديد او الملك او اي دليل يعني يوصلهم ليه. بس البنت كانت لسه ماشيه وراهم والكل حس بيها. ايوه كاتلينا عارفه من امبارح اصلا ولكن ما عملتش حاجه ومستنيه اللحظه المناسبه. لسه ما لحقوش يتكلموا وبيلاقوا مجموعه من الغيلان هجموا على البنت دي وكانوا هيقتلوها بس غيران بيتدخل هو وباقي الفرقه وبيلحقوها في ثواني. وبالمناسبه البنت ديت اسمها ماري. بياخدوها في جنب كده يقعدوها وبيسالوها كنت ماشيه ورانا ليه. البنت بقى بكل عفويه بتقول لهم علشان الاقي المعلم بتاعي. واتضح ان ماري تبقى تلميذ الملك واللي بتدور عليه بقالها كتير بس مش عارفه توصل له. هي دورت عليه في كل الاماكن اللي بيروح لها تقريبا بس ما فيش اي اثر ليه. ولما لقتهم بيسالوا الناس عليه شكت فيهم ومشت وراهم على امل انها
انها تشوفه، لكن طبعا غيران بيعرفها انهم زيها بيدوروا عليه وعاوزين يعرفوا مكانه. البنت بقى بتقترح عليهم المكان الوحيد اللي ما قدرتش تروح له، وده لان المكان ده محتاج سفينه وهي ما معهاش واحده، وبالصدفه يعني انتم معاكم سفينه وهتوصلوني. الكل بقى كانوا خايفين عليها طبعا ومش عاوزين ياخدوها معاهم، ولكن بسبب اصرارها بيضطروا انهم ياخدوها. بيوصلوا عند المدخل فعلا والواضح كده ان المكان مهجور ومفيش حد هنا، لكن ماري بتلاحظ بقايا سحر للمعلم بتاعها وبتجري عليها. بتستخدم تعويذه علشان تكشف ده، وبتلاقي سلم مخفي تحت الانقاض. شكلهم بيقربوا ولا ايه؟ بيوصلوا فعلا لتحت وبيكون المكان اشبه بالمصنع، آلات في كل حته والكل مصدوم. بس فجاه بيظهر الاتنين دول من جديد. ايوه ده شكل لهم علاقه باختفاء الملك. كمان بيظهر الفارس المدرع من وراهم ومعاه بنت شبه ليريا بالظبط. الله، هو ايه اللي بيحصل؟ في الوقت ده ماري بتزعق لهم على طول وبتقول لهم فين الملك؟ انتم خطفتوه فين؟ الواد ده بيرد عليها ويقول لها والله احنا اللي جايين نسالكم عليه، ده هو كان بياخد مننا احجار سحريه باستمرار على امل انه يعمل مشروع معانا، ولكن مره واحده اختفى وما عدناش عارفين نوصل له. وهوب فجاه مدرع غريب بيظهر من وراهم. ماري بتحس بهاله المعلم بتاعها جواه، بتجري عليه علشان تفوقه، بس الفارس ده بيضربها وغيران بيصد الهجمه بالعافيه. البنت بترجع وهي مش فاهمه حاجه وبتعيط وبتحاول تندى عليه علشان يفوق، بس الفارس مش شايف قدامه والعيال بتضربه وبيسحبوا البنت بعيد. بيدخلوا جوه مدخل كده بحيث الفارس ما يعرفش يوصل لهم. لكن في الوقت ده ماري كانت زعلانه جدا، زعلانه علشان المعلم بتاعها او الشخص الوحيد اللي احترمته هاجم عليها. مش عارفه تعمل ايه دلوقتي، بس ابطالنا بيهدوها وبيقولوا لها احنا متاكدين ان الملك بيتم التحكم فيه واكيد في حاجه غلط، فما تقلقيش وكملي معانا الطريق علشان نحل الدنيا. وفعلا البنت بتسمع كلامهم وبتوصل لهنا. بيلاقوا فارس حديدي تاني اقوى من الاول بكتير واقف قدامهم. كمان الملك خلع الدرع اللي عليه وعينيه بيبان فيها الحمار. ايوه كده فعلا بيتم التحكم فيه واللعب بعقله. الملك بقى بيتكلم بكل عصبيه وبيقول لهم كويس انكم جيتم، انا اصلا كنت عاوز اجرب السلاح الجديد اللي صنعته واشوف هيشتغل ازاي. الفارس الاسود هو كمان بيوصل وبيشوف الملك والسلاح بتاعه، بيخلي البنت اللي جنبه تعمل حاجه كده على الفارس وبعدها بيقوم ويهجم عليهم بغباء. غيران والكل ما بيفهموش اللي بيحصل وبيحاولوا يدافعوا عن نفسهم او يوقفوا الفارس باي طريقه، ولكن قوه الفارس ده كانت عاليه ومحدش قادر عليه. يضربوا مهما يضربوا مش عارفين يصيبوه وخلاص شكلهم هيموتوا. لكن في الوقت ده ليريا بتدي قوتها لماري وبتصدم الكل وبتدي قوتها لكل الناس كمان، وحرفيا الفارس ما عادش قادر يعمل حاجه. الملك بيتعصب وبيخليه يعمل هجومه النهائي وخلاص هيكسب القتال، ولكن تخيل ان هو هيكسب والكل موجود. لا والله، بوم بياخد ضربه بالجليد وهوب احلى مسا عليه. ايوه تم هزيمه الفارس بنجاح. الملك بقى بعد هزيمه الفارس بيقع على الارض زعلان وماري بتجري عليه علشان تفوقه. بتلمس وشه وبيفوق فعلا وبيشوفها وهي بتعيط قدامه. على طول ما بيقدرش يستحمل وبيحضنها وبيفتكر كل ذكرياته معاها، فهو بيعتبرها بنته اصلا وعلمها كل التقنيات اللي عنده. الفارس الاسود والجنود اللي معاهم كمان بيمشوا ولحد دلوقتي مش عارفين هم عاوزين ايه. كمان بقى بعد هزيمه الفارس ده القلاده اللي على رقبه ليريا بتنور وبتاخد قلاده جديده. المهم بيرجعوا يوصلوا الملك للقصر بعد اتمام المهمه بنجاح، وغيران بيلمس هو كمان القلاده وبتظهر مدينه جديده قدامه. ايوه دي وجهتهم الجايه. الصبح بقى بيودعوا الكل والملك بيشكرهم على اللي عملوه. خلاص هيمشوا من المدينه، بس تخيل بقى مين اللي عاوز يروح معاهم يا صديقي؟ ايوه هي ماري، واللي بعد ما شافت الفريق ده اعجبت بيه وقررت تستكشف العالم معاهم. الملك كمان بيترجاهم يعتنوا بيها والكل بيسمع الكلام. المهم بيوصلوا بعدها للمدينه ديت وبيدخلوا الحانه يقعدوا فيها، وكالعاده بيقابلوا ليلي هناك. بتقعد معهم على الترابيزه ديت وبتبدا تحكي لهم عن كنز موجود في المدينه هنا. ايوه انقاض موجوده ما حدش استكشفها ومكتوب ان في كنز كبير هناك. العيال على طول ما بيكدبوش خبر، وهيا بنا يا رجال. في الاثناء ديت وتحديدا في الانقاض اللي هم رايحين لها كان في بنتين برضه بيدوروا على الكنز. واحده فيهم اسمها الفا والثانيه اسمها بيتا، ومن الواضح كده ان الفخاخ مروقه عليهم. المهم ابطالنا بيدخلوا المكان وهوبا بيدوسوا على حاجه كده وبيقعوا بالغلط. بيوصلوا في المكان هنا وبيطلع لهم خفافيش تهجم عليهم، وكمان شلال مائي بيضرب وماري بتلحقهم بالعافيه. ليريا وكاتلينا هم كمان بيقعوا في مكان مختلف، واللي هو في ايه يا جدعان؟ في الاثناء ديت غيران بيحس بليريا من خلال الرابط اللي ما بينهم وبيوجه رقم ناحيتها. بيوصلوا في المكان ده وبيلاقوا البنتين شغالين ضرب في واحد من الجولم اللي بيحمل كنز، وما كانوش سايبينه في حاله. البنات باين عليها جامده جدا، ولكن الجولم ده ما بيموتش، كان خلاص هيقتل واحده فيهم. وهوب غيران بيتدخل وبيحميها. عرف هم هنا ليه وتعاونوا وهيقسموا
الكنز ما بينهم بالتساوي. ماري كمان بتتدخل بسحرها ورقام، والدنيا اخر حلاوه. فعلا بيقدروا يعملوا دخان حوالين الوحش من كل الجهات، والفا بتحدف الوحش بقنبله وغرام بيلقمها له، واخيرا انتصروا في المعركه. الجولم بقى بعدها بينهار، وليريا وكاتلينا بيوصلوا على مكان الانفجار. باب الكنز اخيرا بيظهر، وده ايه الجمال والدلال ده. الفا وبيتا حرفيا مش مصدقين عينيهم، وبيجروا على الذهب وهم في قمه السعاده. غيران كمان بيلاقي سيف غريب كده وبيروح علشان يمسكه، ولسه بيقول يا هادي وبوم كل حاجه اختفت. الاطلال والذهب هم كمان اختفوا، وانا مش عارف هو كان لازم يمسك السيف ده اصلا ولا ايه. المهم زي ما انت عارف البنات والكل كانوا زعلانين على اللي حصل، ومش بعد كل ده تعبنا يروح على الفاضي. غيران بقى حس ان هو السبب في اللي حصل، وراح لالفا وبيتا يديلهم السيف ده، بيديهولهم كاعتذار منه على اللي حصل، وانه ما قصدش يعمل كده. لكن البنات ما بيرضوش ياخدوا منه حاجه، وبيقولوا له ولا يهمك يا عم فداك، ويلا روح كمل رحلتك يمكن السيف يفيدك. بالفعل بيركبوا السفينه وبينطلقوا الى المدينه الجديده، وبالمناسبه اسمها المدينه الزرقاء، وده نسبه الى الميه حواليها من كل الجهات، وكمان الوان المباني اللي فيها. المهم بيوصلوا فعلا على الشط، وما بيكونش في اي حد نهائي. ده حتى بيلاقوا شويه اناديل كده ميته على الشط، وكأن في حاجه غريبه بتحصل. بس فجاه وهم ماشيين بيظهر لهم شخص اسمه غيون، وبيطلع يعرف رقام من زمان وبيسلم عليه. بيقول له ايه يا عم اتجوزت القمر ديت وخلفت 3 عيال كمان، ده انت بقيت خلبوص خالص. رقم بيقول له يا عم الله يهديك، ده انا بس بسافر معاهم مش اكتر. وبالمناسبه ده اسمه غيران، وحاليا هو القائد بتاعنا. غيون طبعا بيعجب بغيران وشجاعته، وانه اصلا قدر يحرك رقم من الجزيره المهجوره بتاعته دي. المهم بيمشوا بالسفينه اخيرا لحد ما بيدخلوا الحدود الحقيقيه، وفي الواقع المدينه جامده على الاخر. ده حتى شكل المباني والناس حلوين بشكل مش طبيعي. المهم رقم بياخدهم على القصر، وبيلاقوا واحد من العمال رجله مصابه، وده بسبب اسماك غريبه ظهرت من فتره وبدات تهاجم الناس. على طول ماري بتجري عليه علشان تعالجه، وكاتلينا بتدخل علشان تعمل لهم حاجه ياكلوها. رقم كمان بيصلح السفن، وكده ما عادش غير ليريا وغيران. فغيون بيديلهم شويه طلبات كده يجيبوها من المدينه، وهو بالمره يتعرفوا عليها وعلى حلاوتها. العيال بقى بيخرجوا فعلا، وليريا كانت في قمه السعاده، ماشيه فرحانه ومزقططه وناسيه كل حاجه حواليها. شكلها كده وقعت في حب غيران يا صديقي. المهم في الوقت ده كان ماسون برضه عرف انهم في المدينه الزرقاء، وبعت جنوده علشان يمسكوهم، واللي فعلا كانوا وصلوا وعرفوا ليريا وغيران، ومستنيين اللحظه المناسبه علشان يخطفوها. في الوقت ده كانت ليريا اعجبت بدبوس شعر كده، وغيران جابهولها. البنت بقى كانت فرحانه جدا ومبسوطه بيه، واللي هو اول هديه من حبيبها. اخيرا بقى بعد كل الفرهده ديت بيقعدوا يرتاحوا، وبيبصوا على المنظر الخلاب ده. قوس قزح قدامهم شكله مبهر، وغيران من حلاوه المنظر مشاعره ما بتستحملش. كان لسه يعترف لليريا ان هو بيحبها، وهوبا البنت بتقول له على حاجه هم نسوها. قال لها خليك انت هنا وثواني وهرجع لك. لكن الغبي ما كانش يعرف ان هو هيرجع مش هيلاقيها. ايوه العصابه بينقضوا على البنت وهي لوحدها، وبيخطفوها من المكان. غيران طبعا ما يعرفش حاجه، وواحده كده بتعدي جنبه تنبهه على اللي حصل. الواد بقى بيترعب وبيجري على المكان اللي سابها فيه، بس طبعا البنت مش موجوده. هو ايه اللي حصل معاها؟ بيجري بعدها ينده ويدور عليها في كل حته، ولكن ما بيلاقيهاش. بيبص كده تحته في البحر، واخيرا بيشوفها. ايوه دول واخدينها في سفينه وبيحاولوا يهربوا بيها، والواد بسرعه جدا بيجري ورا السفينه علشان يحصلها. بس اللي سايق مش سهل برضه، بيوصلوا عند طريق مسدود، وغيران ما بيستحملش وبيفضل يجري وراهم في كل مكان. لكن العصابه بتوصل لحد ماسون وبيسلموا ليريا ليه، والبنت بتكون فاقت وبتحاول تهرب منه، بس ماسون مش بيسيبها. كمان غيران بيوصل عند مكانها وبيحارب في الجنود علشان يوصل لها. اعدادهم بتكون كتيره جدا عليه، وبرضه ما بيستسلمش. ماسون بقى كان رفع المسدس على غيران وقال لليريا لو ما سمعتش الكلام هخلص عليه. استخدم الحجر بتاعه عليها كمان، وورى لها مشهد بتقتل فيه كل اصحابها. قال لها انت عباره عن اداه تدمير، ولو فضلتي معاهم هتقتليهم كلهم. بيكسر كمان دبوس الشعر اللي غيران عطاه لها، والبنت بتقع من طولها وبتتصدم من اللي حصل. قوتها بتتفاعل بالغلط، وبيظهر تنين غريب من العدم بيهجم على السفينه وبيدمرها. غيران بقى بيستغل تشتت انتباه ماسون، وبيجري عليه يضربه علشان يحرر حبيبته. بس البنت للاسف بتكون في حاله صدمه، وما بتردش على حد ولا كانها عايشه اساسا. التنين هو كمان بياخد باله من السيف اللي مع غيران، وبيفعل موجه كبيره علشان تغرقه وتغرق كل اللي حواليه. الواد كان هيموت في الميه فعلا، ولكن اشواك بتنزل البحر وتلحقه. ايوه هي ديت نفس البنت اللي انقذته قبل كده في المدينه، وكمان هي اللي عرفته ان ليريا اتخطفت. وبالمناسبه اسمها روزيتا، ومحدش عارف هي بتساعد غيران ليه. المهم بسبب الموجه ديت بيتصاب عدد كتيره من الناس، ولكن المصيبه الاكبر هي ليريا، واللي وقعت في حاله غيبوبه ومش بتصحى ولا بتستجيب لاي علاج. في الوقت ده روزيتا بتدخل عليهم وبتشخص حالتها، وبتقول لهم انا عارفه هي اتصابت بايه. للاسف مفيش ولا سحر ولا دواء هيقدر
يقدروا يعالجوا روحها، بس لو عاوزين تعالجوها فما فيش غير حل واحد وجزيرة واحدة هي اللي هتقدر تعالجها. الكل طبعا كان شاكك فيها وحاسس ان وراها حاجة، ولكن غيران كان متأكد انها طيبة، متأكد انها مش عاوزة تأذيهم، وعلشان كده قال لها هنفكر ونقول لك هنعمل ايه. بالليل بقى الواد بيقعد مع كاتلينا كده ويسألها عن ماضي ليريا وايه اللي حصل معاها زمان، وماسون فكرها بيه. كاتلينا فعلا بتبدأ تحكي له حكايتها وانها كانت بنت لقوها في احدى الاماكن، شافوا قوتها الكبيرة وبدأوا يعملوا عليها تجارب، ولكن لما حطوها في وسط 100 وحش قدرت تخلص عليهم كلهم، دمرت كمان المبنى اللي هم فيه، وبسبب كده اتحكم عليها بالحبس. كنت انا الرقيب عليها، في الاول كنت فاكره انها بنت شريره وبتأذي اي حد، وعلشان كده كنت واخده حذري معاها، بس مع الوقت اكتشفت انها طيبه، وبالعكس هي ضحيه للامبراطوريه مش اكتر، وعلشان كده قررت ان انا اخدها معايا ونهرب من المكان. وفضلنا ماشيين لحد لما قابلتك في القريه يا غيران. الواد في الوقت ده بقى بيفهم اللي حصل فعلا وبيقول لها خلاص تمام. بيروح بعدها على روسيتا وبيعرفها ان هو جاهز يروح معاها يعالجوا ليريا. البنت طبعا بتوافق وبيقعدوا يقسموا نفسهم بالليل علشان يعرفوا هيروحوا ازاي. بعدها راكان بيجهز السفينه وبينطلقوا للمكان اللي البنت هتتعالج فيه. وفي اثناء الرحله كانت ليريا لسه بتحلم بالماضي بتاعها، وبتحلم انها موجوده في مكتبه مليانه بالدم، وده بعد ما قتلت كل اصحابها. شكلها كده صعب تفوق. المهم بيوصل غيران والفريق بالكامل للجزيره اللي روسيتا قالت لهم عليها، بتاخدهم لحد مكان غريب كده في وسط شجره كبيره، وبالمناسبه ده مركز الجزيره. في الوقت ده بتظهر بنت جميله من جوه الشجره وبترحب بيهم، وبالمناسبه اسمها ميرو، وهي صاحبه روسيتا اللي عندها قدره غريبه وتقدر تعالج ليريا. المهم بترحب بيهم وبتتعرف على الحاله، وبعدها بتعمل جسر من الشجر وبتخليهم يحطوا البنت في المكان ده. وقبل ما بتبدا علاج بتقول لغيران انت الشخص اللي هتقدر تتعامل معاها، انما انا وظيفتي بس ان انا ادخلك جوه الوعي الروحي بتاعها، ولو ما سمعتش كلامك فانتم الاتنين هتموتوا. جاهز للمخاطره؟ الواد ما فكرش ثانيه واحده وقال لها يلا. بس قبل ما يبداوا ماري بتديله الدبوس اللي كان معاها واتكسر قبل كده، وده بعد ما صلحته قالت له خده معاك يمكن ينفعك جوه. بالفعل بتبدا ميرو التعويذه والدنيا بتنور، وغيران بيتنقل جوه المكتبه اللي ليريا موجوده فيها. بيلاقيها قاعده بتعيط وبيحاول ينده عليها، بس البنت مش سامعاه، لسه بتفتكر ذكرياتها وانها هتدمر وهتقتل كل اصحابها. في الوقت ده غيران بيخرج كل مشاعره وبيقول لها لا، بيقول لها انت اطيب وانقى شخص انا شفته في حياتي، عمرك ما هتأذي حد. انا عارف ان ماسون فكرك بالماضي وانك قتلتي وحوش كتيره، ولكن صدقيني انا متاكد انك حتى لو عملتي كده فانت عملتيه علشان تدافعي عن نفسك مش اكتر. انا عارف ومتاكد انك مش خطيره يا ليريا، بالعكس انت صاحبتنا كلنا. البنت بقى في الوقت ده اتاثرت جدا بكلامه ووصل لها فعلا مشاعره، كانت عاوزه تتضير وتحضنه، ولكن في حاجه منعاها. الواد هو كمان كان بيطير وخلاص هيختفوا هما الاثنين، بس فجاه دبوس الشعر ده بيقع. ايوه الدبوس ده هو اللي جابه لها اساسا، وكانت بتحبه اكتر من اي حاجه. البنت بتمسكه من هنا والواد بينزل من هنا، بيقول لها تعالي معايا يلا كل اصحابنا مستنيينك، احنا مش هنقدر نعيش من غيرك يا ليريا. ليريا في الوقت ده بتتاثر فعلا بكلامه وبتعيط، والجو كله بيتغير حواليهم، قوس قزح كمان بيبان قدامهم، وده ايه الجمال ده يا جدعان. غيران بقى في الوقت ده بيستغل الفرصة أخيرا وبيعترف بمشاعره. أيوة بيقول لها أنا بحبك ومش هسيبك تاني أبدا. البنت هي كمان جواها نفس الكلام، وده إيه الجمال والدلال ده يا جدعان. أخيرا بيفوقوا والكل بيحضنها، وروح الشجرة بتدخل جواها حاجات غريبة كده. المهم في الوقت ده بيظهر ماسون من جديد، وده علشان يقبض على ليريا وما يسيبهاش تاني، وبصراحة أنا زهقت من الراجل ده. المهم بيأمر جنوده يحاصروهم ويخرجوا الوحوش. خلاص مفكر إن هو كده كسبان، ولكن ما يعرفش إن طالما روسيتا هنا فنقول عليه السلام. غيران وكاتلينا بقى هم كمان شغالين، وده ايه اللي بيحصل ده؟ الجنود حرفيا ما اخدوش في ايديهم حاجه، وماسون بقى واقع قدامهم مذلول مش عارف هيفضل يتذلل لحد امتى. المهم غيران بيقول له بص يا عر انت، ده اخر تحذير ليك، لو شفتك تاني هخلص عليك، يلا امشي من قدامي. وفعلا ماسون بيجري من المكان، ولكن بيطلع سلاحه وبيكون هيغدر بغيران، وهوب ليريا ما بتسكتلوش، دي بتستدعي روح الرياح وبتخليها تطيره هو والجنود. وايوه البنت خلاص قوتها عدت الحدود، بتحس بعدها بان التنين هاج وبدا يدمر في المدينه اللي هناك. بتقول له الكل يلا بينا عليها، لكن وقبل ما تشكر روزيتا كانت اختفت من المكان، سابت لهم ورده كده وكانها مش مستنيه منهم حاجه. على طول بيركبوا السفينه وبيمشوا، وروزيتا بتقول لغيران بسلم لي على ابوك، وشكلها كده من معارف الحاجه صديقي. المهم بيوصلوا المدينه فعلا، وبيكون التنين هجم عليها وبدا يدمر في كل حاجه حواليهم. غيون والجنود بيحاولوا يتصدوا للاسماك بتاعه التنين ده،
كده، ولكن محدش بيقدر عليه، كان خلاص هيموت وهوب فارس بدراع حديد انقذه. ايوه ديليريا وصلت هي والعيال وخلاص هينقذوا البلده ومش هيسيبوا اي حد يعاني، لكن وعلى عكس المتوقع التنين بيطلع اسماك كتيره جدا بتهجم عليهم. العيال بتحاول تفاديها بس اعدادها مش بتخلص. غيران بقى بيبدا يستكشف اعصار الاسماك ده وبيفهم ان في سمكه غريبه بتوجههم، لو قدروا يقتلوها هيقدروا يتخلصوا من الاعصار ويضربوا التنين. كمان بيعرفوا ان التنين بيتم التحكم فيه بنفس الاسلوب اللي كانوا مستخدمينه مع روح الرياح، وعلشان كده كل ابطال المدينه ديت بيتدخلوا علشان يحموا وطنهم. فعلا غيون بيقدر يصيب السمكه الغريبه ويوقف الاعصار ده، وبكده ما عادش فاضل غير التنين وبس. غيران على طول بياخد الطاقم الليريا وبينطلق عليه بكل شجاعه، بيفادي كل الهجمات وبيوصل عنده بوم بيديله واحده بتنهيه، لكن للاسف الضربه ما بتكونش بالقوه الكافيه والواد بيتحرق. الاثار بتوصل حتى الليريا وبتتحرق هي كمان، علشان كده البنت بتديله طاقتها بالكامل وبوم خلص الكلام. ايوه التنين رجع لطبيعته ووقف الهجوم، وكمان عطى الليريا قوته والقلاده الجديده ظهرت. في الوقت ده بيظهر الفارس الاسود والبنت اللي معاه وبياخدوا جزء من طاقه التنين ده، شكلهم كده وصلوا للي عاوزينه. الليريا بقى بتحاول تعرف ايه اللي امتصوه، لكنهم بيركبوا السفينه بسرعه وبيمشوا. بعدها بقى الكل بيحتفل بالانتصار اللي قدموه ومش مصدقين انهم هزموا الامبراطوريه. غيون كمان بيعزمهم على الاكل وبيروق عليهم والدنيا اخر حلاوه. واثناء بقى ما كانوا قاعدين على الاكل بيطلب منهم طلب غريب جدا. ايوه بيطلب ان هو ينضم لغيران في رحلته ويساعده حق ما انقذ المدينه دي. غيران طبعا ما كانش عاوزه يساعده ولا يرد له حاجه، بس شكل غيون عاوز ينضم لاسبابه الخاصه، وطبعا علشان كده الواد بيقول له تمام ويجهز الصبح علشان نمشي. الصبح بقى الكل بيودعهم بفرحه وحب وبينطلقوا الى الوجهه الجديده، شكلهم كده هيظبطوا الاداء.